السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في حلقة جديدة من قناتكم كرة في الميزو. ما تغير اسم إيه. القناة يا صاحبي. خليها ايه؟ احتواء الزمالك ولا اسميها ايه؟ احتواء الزمالك. إيه، الزمالك بيكسب بالحكام، ايه رأيك يا عمرو؟ الزمالك بيكسب دي حقيقة. ايوه صح. دي حقيقة. ايوه صح. أو تبقى سلوجان كده. صح. الزمالك وقصة حب الحكام. بيكسب بالتعريض ب 15 دوري. صح صح صح. شوف الانترو نرجع لكم تاني. اهلا وسهلا بكم في حلقتكم القعده المحليه. القعده المحليه استفتحنا بيها الزمالك الزد والاسماعيلي. زد كسب الاسماعيلي 1-0. الاسماعيلي بيروح مننا ان شاء الله يهبط. بعد كده الاتحاد وفاركو 0-0. الاتحاد بيروح مننا. ان شاء الله يهبط. بعد كده حصلت شويه حبشتكنات. حرس حد كسب الجونه، سيراميكا كسبت سموحه. ف ما علينا يعني، ما علينا من متعه الايجيبشن ليج اللي حصلت. نيجي بقى للزمالك. الراجل جاي من الاستاد على الاستوديو على طول، يعني هو جاي من برج العرب على هنا على طول. مركز اول. غير مركز 15 ولا 16 ولا مش عارف 14. يا ابني والله عادي، والله ما فرق. بكره عماد النحاس يكسب يا باشا، ويجيبوا مدرب يشيلوه ويخلوه عماد النحاس تاني. عماد النحاس هيكسب ويرجع ويكسب الماتش اللي متأجله ويكسب الزمالك ويبقى فرق 1 بونت للأهلي. صح. انت متخيل؟ صح. يعني الاهلي لو كسب وكسب الزمالك يبقى هو المتصدر وفرق بونت. حلو بقى. ممكن ولا لا؟ احنا دلوقتي احنا في الجوله الكام؟ وممكن الزمالك يكسب، وليه ممكن الاهلي وممكن الزمالك عادي. ما بقول لك يعني عادي، مش شرط. ممكن الزمالك يكسب فرق 4 نقط بقى. بص سيد عبد الحميد فرق ازاي؟ سيد عبد الحميد من نقطه ل4. خليك هادي، الدوري طويل. اعمل التيم. انت شفت الماتش من المدرج ازاي؟ مين كان نجم الماتش بالنسبه لك؟ نجم الماتش غرام بزيرة بعد عمر جابر على طول. طب علي الدباغ لسه ليه يا عم؟ لسه جاب جون بس لسه شويه يعني. يا عم ده جايب جون عالمي يا ابني، جون عالمي. ما تحسبش. لا هو جاب الدباغ والله. لسه شايفها يا ابني، ده جون عالمي يا ابني، ده في الشبكه فاضيه وكل حاجه فاضيه حطها. اسمه مستكاوي. ما علينا يعني، بس هو حسن المستكاوي. لا ايوه، ما انت قصدك على مين؟ امال مين؟ ما علينا. حطه يا عم، اللي حطه ادم كايد. ناصر ماهر الصراحه. ناصر ماهر كان شويه طماع. ليه يا عم؟ بس طماع. راجع يا عم. طماع. ليه يا عم؟ انا ما بحبش اللعيبه الطماع. عدي 1 و2 و3 براحتك، ما تطمعش. طب انت عديت من 1 و2 و3 ماشي يا عم. ايه، عايز تعدي من 5؟ عايز تعدي من الفرقه كلها؟ عادي. لا يا باشا، ما فيش الكلام ده. انت تعدي من 1 و2 خلاص، مشيت معاك حب ماشي. العب بقى مع الفريق. انت مش ما تقوليش عايز تمارس الفرقه كلها وتروح تجيب جون. انا كده مش هحبك يا عم. لا بس هو الصراحه انا لا حاسس ان هو بدا يرجع شويه لمستواه. لا مش هو ناصر ماهر بتاع السنه اللي فاتت. بتاع السنه اللي فاتت. بتاع السنه اللي فاتت كان اجمل بكتير. يرقص يا باشا ويلم ويديك على الباص على طول على الجاهز، مش فزلكه. بس انا حاسس ان ناصر ماهر الصراحه كويس قوي يعني. وادم كايد برضه يركن شويه. لا ادم كايد دوت الصراحه ده عايز شغل بدني كتير. انا مش مقتنع بيه الصراحه. لا هو وشيكو بنزا اللي على الشيكو بنزا دوت بيعمله ما ده مش لاعب محترف. لاعب بنشوفه شالب وجري زي ما انت. هو ما كانش مقتنع. الصراحه ما يعرفش. عضي الدباغ برضو انا مش مقتنع لحد دلوقتي بعضي الدباغ ان هو دوت يبقى المهاجم الاساسي. عمرو ناصر نزل عمل شغل. عضي الدباغ ما عملوش الثلاث اربع ماتشات اللي هو لعبهم الصراحه. عبد الله السعيد ده كينج
كينج بص يعني كينج. مهما يكبر انا شايف ان عبد الله السعيد دوت. رقم واحد في تاريخ مصر في مركزه. اقول لك على حاجه، اخوان الفينا ما كانش ممكن يبقى بالجمدان بسبب الكور اللي عبد الله السعيد بيحطها له. والله ما قبل بهزر. واحده من نص الملعب عبد الله مش طبيعي، والله ما طبيعي، والله ما طبيعي عبد الله السعيد ده. بلمسه بس، اه، ولا استلم ولا عمل اي حاجه، مش يا ابني، فزلكه الكوره، مش فزلكه ولا استلم ولا عمل اي حاجه. من ناحيه لناحيه ثانيه. الكوره جات له لمسه واحده بس ودى له الجون، لمسه ولا استلم ولا عمل اي فزلكه. يقول لك يعني صراحه يعني اخوان الفينا جامد جامد جامد، بس اللي بيودي الكوره اللي خوان هو بزيرة. خوان بزينة. بس اللي بيشغله فعلا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد كواليتي مرعب رغم سنه، بس جامد قوي الصراحه. لعيب محترم. محمد اسماعيل مكسب من مكاسب الزمالك. محمد اسماعيل صفقه كبيره، مدافع تقيل. والله العظيم مدافع تقيل، وهيقعد الونش. هو جامد. هيقعد الونش. الونش خلاص، الونش راحت عليه. حسام عبد المجيد لا عشان الوقف بس، لولا الوقف بتاع الونش اللي بتاع 3 ماتشات كان هيكمل الونش عادي. بس الفرصه دي جت لمحمد اسماعيل وخلاص، انا حاسس ان هو هيلعب اساسي الماتش الجايه كلها يعني. الونش عنده غلطات، يعني انا شايف ان الونش الماتش اللي لعبها هو أيوة. غلط في كذا كوره. الونش محمد اسماعيل النهارده قدام دغموم عامل ماتش عالمي قدام دغموم. تاكلينج يا باشا وقطع يعني وهيد وكل حاجه. دغموم جامد. اكتر لاعب في الدوري المصري مساهم باهداف، واكتر لاعب في الدوري المصري بيعمل مراوغات. فبالنسبه لي ان محمد اسماعيل يعمل ماتش كبير قوي قدامه، وبنتاج على ماتش جامد والله. بنتاج الصراحه دوت برضه. انا كنت هاجي لك في بنتاج كواليتي باك ليفت. كان بالنسبه لي علي معلول، بعديه بنتاج. دلوقتي ما فيش باك ليفت في مصر دلوقتي بجمدان بنتاج باللي هو بيعمله دوت. فتوح خلاص، انا شايف ان فتوح ده روح لك اي بار. يعني يناير بالكتير قوي السنه الجايه يا فتوح. روح لك سموحه بقى اتعلم الادب كده. حسام عبد المجيد برضو مش قوي. مش هو مستواه. بص يا ريس، مش هتجدد وهو في 60 داهيه. وهو في ليه يا عم؟ 60 داهيه، هي مش هتقف عليك ولا كمل. جون ادوارد بيقول لك هيعمل، هو المفروض دلوقتي عاملين جلسه مع بعض. التجديد مش صعب يا جدعان، التجديد مش صعب. ماشي، بس انت مفيش نادي في العالم بيبقى فيه صعوبه في التجديد كده. انت مش عايز تجدد امشي، هو في داهيه. ابني بياخد 1.5 مليون. الراجل بياخد 1.5 مليون ما ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ده طالع من سنتين، ده طالع من سنتين جدد له كان عقد. بياخد 5000 في الشهر. ماشي عدل له. ايه اول لما شفت الفلوس ايه؟ ما متعدل هي له مليون عقد. ايه والمليون ونص مش ايه يا عم؟ ده مدافع. يا باشا مدافع. طب الونش اللي عنده 30 40 ماشي. سنه ماشي. بيجدد ب 30 مليون في السيزون. ماشي. يبقى انت هقول لك ليه. ماشي هقول لك ليه. الونش بقاله كام سنه عندنا؟ اسمع مني للاخر. ماشي. كام سنه عندنا؟ الونش بقاله بتاع 10 سنين. فوق ال7 سنين عندنا. بتاع 10 سنين تقريبا الونش. قائد فريق، تمام؟ فلازم انت تديله كله. مين قائد بعد عمر جابر؟ هو الونش. بعده فتوح. ماشي. بقى قائد من الفرقه خلاص. الونش الشناوي بتديله كام على مستواه ده؟ ثواني. الونش دوت هي. راجل مدافع جاله 2 صليبي، قعد سنتين عندك على الدكه. قائد فريق، قائد فرقه. ماشي قائد فرقه. طب حسام عبد المجيد وهو ولا الونش؟ حسام عبد المجيد. حلو، يبقى انت مش بتقدره. هو انا مديله فلوس لما انا لسه معلي له عقد وكده مش بقدره، وانا اعلي له وافضل اعلي له كل لما مستواه يتطور افضل اعليه. مش كده. هو مش هو انت عليت عقده. أيوة. اللي معاك ماشي. عقده في عقد جديد بقى انت عايز تجدد له بيه. طب ماشي، هجدد لك بفلوس زياده بس مش هديك 50 مليون يعني انت. يعني انا مش هديك 50 بيقول مليون. لك عايز 40. جون ادوارد بيدافع. ولا 40 كتير. ما هو عايز 40 مليون. كتير ولا مش كتير يا عمرو بالله عليك؟ ما انا اللي بتكلم فيه يا جدعان. ما هو المدافع اللي جنبي اللي عنده 30 سنه او لا اكتر من 30 سنه كمان. يا ابني ما تفرق في كده. تفرق في حاجات معينه والله العظيم. ماشي تفرق في حاجات معينه، بس قرب لي مين. مش هو بياخد لي مثلا 35 في حسام الونش بياخد 35، يديه 30، يديه 35 ساويني بيه. كتير والله 35 عليه. اقسم بالله كتير قوي. يا جدعان هو دوت دلوقتي. لا في الدوري المصري والله الدوري المصري كده. ماشي. اقول لك على حاجه. بص انا مش هديك 35 مليون. هتعمل ايه؟ هيمشي. اتفضل. هيروح الاهلي. ماشي يا عم. الاهلي مش هيديله 35 ولا يديله 40. ما يديله. انا مالي. خلاص يبقى حلو. يبقى انت بقى تمشيه. هو اما الاهلي يديله 35 هو ده حلو؟ ما ده غلط.
هو ده حاجه حلوه؟ باشا هو دلوقتي مرتبات الدوري لا يا باشا ما فيش مكان. والله مرتبات الدوري لا، المصري كده. انا عندي باشا ما فيش الكلام ده. ماشي، اصل انت دلوقتي هتمشي حسام عبد ما المجيد. بقولكش انا كاداره، انا كجمهور ما عنديش الكلام ده. ايوه انا كجمهور ما عنديش الكلام ده. يا ابني والله دلوقتي لا هي يا عقود باشا ما كده. فيش الكلام ده، هي ما فيش عقود كده. لا ما ده غلط. مش ما ده غلط، بس خلاص لا. هي هو دلوقتي بقى الباب. غرور في داهيه، العب في اي حته ماشي، ما هيلعب في اي حته، تاخد الفلوس اللي انت عايزها. هيروح الاهلي ماشي. وجمهور ساعتها الزمالك هيقوم شتمه دوت وخاين. ايوه حقنا. لا والله حقنا. الجمهور يعمل اللي هو عايزه يا باشا. السعوديه والله الجمهور يعمل اللي هو عايزه. الاهلي عايز، ما الاهلي عايز مدافع خلاص، وانت عندك انت الأهلي عنده بص يا زيزو باشا، وعنده امام انت عاشور. هتجدد مثلا بمليون في السنه مثلا يعني. جميل، لا شكرا مع السلامه. الموضوع مش صعب. حلو. الموضوع مش صعب. يبقى انت بقى ما تجيش بقى تشتمني وتقول لي لا انا جاي عليك يا عم وانا مش مقدرك. انت مش بتقدرني ليه يا عم؟ يا عم. الاهلي عارض عليا 40 مليون، انا بقول لك اديني 35 30 حاضر. يا عم انت بتتكلم في نقطه ثانيه انت بتتكلم في نقطه ثانيه. ايه النقطه الثانيه؟ ما توديش مع الاهلي. الاهلي هيدفع فلوس كيد. ماشي حلو. تمام؟ مالكش دعوه بالاهلي دلوقتي. جميل. انا في الزمالك يا باشا هدفع مبلغ كذا. مش جميل. جايه معاك، مش جايه. خلاص شوف ده امشي أروح ادي روح بقى اللي انت عايزه اللي هيدفع لك. بس انا مالي، انا في النادي انا كجمهور انا يا باشا هديك من المبلغ ده، مش عايزه امشي روح في داهيه. انا مش مقتنع بكلامك. انا مقتنع. بص، في ليفل معين انك لما توصل له في الفلوس، ليفل معين لو فارق كبير قوي، لو فارق كبير قوي عن الناس فدوت لا غرف داهيه. عشان مثلا انا معاك زي زيزو ما عمل مع الزمالك، لا انا عايز 100 مليون، لا انا ب 60 مش عارف ايه، فانا بنتكلم اقسم بالله امشي. اللي كان قاعد مع زيزو لما قال له عايز 100 مليون ده انا مش عارف ازاي ما مشوش ساعتها. ما قالوش ازاي اطلع بره. سيبك من كده، انما انت راجل صغير بياخد 1.5 مليون مع الزمالك، جاي له 40 مليون بيقول لك اديني 35. انت شايف ان هو يستحق 40 مليون؟ حسام عبد المجيد اجمل مدافع في مصر. يستحق 40 مليون يستحقهم في السنه؟ مش 40 مليون يا عم، 35 مليون. والله ما يستحقهم. والله يستحقهم. مفيش لعيب في مصر يعدي ال 50 مليون. الاحرف لعيب ياخد 5 مليون اصلا يا ابني بمرتبات دلوقتي. انتوا ليه مش مقتنعين ان بيراميدز والاهلي بيدفعوا مرتبات كده؟ فانا ادفع في واحد زي حسام عبد المجيد كده. ماشي ادفع. طب خلاص بقى. انا مش هدفع. انت مش عايز اتفضل انت مش عشان معكش. لا يا باشا والله ابدا. الزمالك لو كان معاه فلوس والله ابدا. لا يوسف والله ابدا. اقسم بالله انا ماليش دعوه بالاداره. انا بتكلم على الجمهور. انت سيبك من الجمهور. لا يا باشا ازاي يا باشا؟ هم مين اللي ليه راي؟ ماشي. انا ولا هم؟ مين اللي بيجدد؟ مين اللي يعني ايه اللي بيجدد؟ مين اللي بيجدد، انت ولا الاداره؟ من مين؟ هو ايه اللي من مين؟ هيجدد غصب عن الجمهور والله ما تحصل. ايه؟ والمصحف ما تحصل. لو لعيب عايز الجمهور عايز يمشيه وجدد اقسم بالله ما تحصل في مين؟ حصلت مع مين؟ والله ما تقول لي حد. والله ما تقول لي حد. مستحيل يا رشيد. الزمالك اصل انت مش هتجدد لعيب وحش. الزمالك لو كان جدد لزيزو في اخر يوم اقسم بالله الجماهير كانت هتزوم على الاداره وتمشيها. يا ابني سيبك من زيزو هقول لك مثال اهو. هقول لك مثال لو كانت جدد له في الاخر يعني. هل هو بعد ما طلعت اخبار ان هو رايح الاهلي والكلام ايوه ماشي. هل هو حسام عبد المجيد دلوقتي قال لك انا رايح الاهلي ولا رايح لبيراميدز ولا رايح لحد؟ قال لك انا جاي لي عروض من بره. مش قصتي بقى. ماليش دعوه بره بقى. تطلع كوبري تطلع بره على السعوديه ماليش دعوه. انا هديك مبلغ كذا. ماشي مش عاجبك امشي. قرب لي المسافات. لا انا اللي هحدد مش انت. عمر التفاوض ما بيمشي كده في النادي. لا انت كده بص. لا يا باشا. يا عم مين يطلعك؟ مين يطلعك من الناشئين؟ ماشي ما حلو. مش ناديك ده. خلاص وانا هفضل بقى قاعد ناديه بقى. مش هعللك الفلوس يا باشا. حلو ما علت لي الفلوس. انت عايز تجدد لي دلوقتي عقدي راضيني. ما هو راضيني. ما هي ماشيه كده. والله هي ماشيه كده. انتوا بقى دلوقتي كنادي انتوا معكوش فلوس، فانت مش عارف تدفع له، مش عارف تجدد لعيبتك دوت بقى حوار تاني. ملخصا الزمالك عمل ماتش كويس قدام المصري، مع ان المصري كان عامل ماتش جيم كبير قدام الزمالك في الاول، بس المصري ما عرفش يستغل الفرص. شايف ان الصراحه ضربه جزاء جدليه. ما تقولش هي ضربه جزاء 100% ولا ضربه جزاء لا 100%. هو ما تضحكش عشان انت عارف كده. والله لو كانت ضربه الجزاء دي كانت على الاهلي واتحسبت كنت هتيجي تقول لي ضربه جزاء. والله ابدا. انا عارف والله. بقول لك ما هو يا عم اهلاوي اهو قاعد اهو. ماشي. ما بقول لك جدليه. مش جدليه. ما فيهاش اي حاجه. ضربه جزاء جدليه. اكتبوا في كومنتات يا جدعان. اظن حد من السما يقول لنا مش ضربه جزاء. جدليه على الاقل تستاهل يرجع للفور، ما يسيبش كلام. ما علينا. الزمالك كسب 3 بونت، اتربوا على عرش مع رأفة الدوري. 3-0 مع رأفة.
بص انت والله طول ما انت بتيجي هنا وتفضل كواحد من الجمهور وربك شخص انا عادي، محايد كده. والله انت كده محايد. أقسم بالله محايد. والله ابدا. والله بص انت كده كده برضو العاطفه والله أبداً. والله لا والله أبداً. لا لا يوسف لا ما تقنعنيش ما تقنعنيش. إيه نشوف بكره الاهلي وانبي، اتكلم عن ماتش الاهلي وانبي، هطلع اتكلم معاك. الانابيب هتفرقع بكره. ونشوف بيراميدز واوكلاند سيتي اللي انا اكتشفت بالصدفه البحته ان بيراميدز واوكلاند سيتي هيلعبوا بكره. هيكسبوا. نكمل باقي الفيديو بكره. وجينا تاني يوم للاسف. اصل انا والله قلتها بعد ماتش بيراميدز، انا قلت الفرق مش ريبيرو بس، انت عندك لعيبه اقسم بالله خلاص هم جم اخدوا الملايين، اخدوا الفلوس بتاعتها، احنا جايين بنلعب في الاهلي، جايين نتشهر، جايين نلعب، بص خلاص مش محتاجين بقى لا بطوله بقى، لا نحرق دمنا، لا نعمل تاكلينج، لا نلعب، عايزين نكسب. دوري ايه يا عم؟ احنا نجوم دوري مصري دوت بالنسبه لنا خلاص. اللعيبه ديت خلاص بالنسبه لي لازم يفوقوا. عماد النحاس لازم بقى يبقى ليه دور تاني، ما فيش حاجه اسمها نجم. خلاص نجم حبيبي روح بقى شوف لك نادي تبقى انت النجم فيه. وانا من السنه اللي فاتت ما كانش عاجبني ان احنا جايبين تريزيجيه وجايبين بن شرقي وجايبين زيزو وجايبين مش عارف ايه وجايبين ايه. ما فيش فرقه بتمشي كده، مفيش فرقه بيبقى عندها النجوم دي كلها وتنزل الملعب تبقى تكسب. لا يا باشا انا نازل الملعب انا نجم، انا عايز اللي يخدم عليا، وهي دي الكوره، هي دي الفريق الكوره. لازم يبقى في واحد عالي قوي وفي تحتيه ناس هي ديت اللي بتلمعه، هي اللي بتعمله. اي فرقه كده، اي فرقه هاتهالي فيها نجوم جامده فشخ مهما كانت مين فهي بتنزل. مفيش الكلام دوت. ايه يا كابتن محمود يا حسن؟ ايه انت مفكر نفسك تريزيجيه الفرنساوي ولا ايه؟ ايه بعد ما ضيعت 5000 كوره وجبت جون هش لمين؟ هش لمين؟ للجمهور؟ هو مين اللي عملك؟ مين اللي نجمك؟ هش انت نسيت انك انت اللي ضيعت ضربه الجزاء بتاعت انتر ميامي؟ انت فاكر الجمهور هينسى ولا ايه؟ ايه بص اسمك كابتن محمود حسن عادي يعني، ما اسمكش تريزيجيه الفرنسي صح؟ لا انا حاسس برضه ان الاسم اثر عليك يعني. ايه يا كابتن مالك؟ تعبان؟ نفسي افهم الارتو ديت انت هتجيبها امتى؟ مفيش غيرها؟ مفيش بص كله شوت 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 حاجه يعني قمه في العبث. اقسم بالله قمه في العبث اللي بيحصل دوت اللي شايفينه. انا شايف مع احترامي يعني تريزيجيه ما يلعبش. والله بن شرقي نزل اقسم بالله عمل ماتش بتريزيجيه اللي عمله طول ال 90 دقيقه. نيجي للقطه ثانيه بتاعت طرد كابتن محمد الشناوي. الكره ما فيهاش اي حاجه، مش محتاجه طرد. وعشان الناس بصوا اللي هتجيني القانون اهو يا باشا بيقول لك ايه علشان طرد في 5 شروط. اول حاجه اتجاه اللعب، اتجاه اللعب رايح على المرمى رايح على المرمى، جميل دوت اول شرط متحقق. تاني شرط المسافه الى المرمى، المسافه للمرمى كل ما المسافه تبقى قريبه كل ما هيبقى الطرد اكتر. المسافه احنا في نص الملعب، جميل. تالت حاجه احتمال السيطره على الكوره، كره هوائيه، كره هوائيه اللعيب بتاع انبي ما لمسهاش اساسا. الكابتن الشناوي طلع خبطت الكره في فخده مش في ايده عشان الطرد اتحسب ان هي هاند بول، جميل. فالكره ما جاتش في ايده، الكره جت في فخده بعيد عن اللاعب، كره هوائيه التحام عادي جدا جدا ما فيهاش اي حاجه. رابع حاجه وجود عدد مدافعين المتبقيين. كابتن الشناوي هو طالع من مرماه بس على الخط في لاعب انبي ووراه 3 مدافعين، جميل. خامس كره نمط الفعل اللي هو المحاول لعب الكره وقف قدام اللاعب ولا لا ده التحام عادي، الاثنين بينطوا بيحاولوا يوصلوا للكره، جميل اهوت. دول اذا الحارس حاول بمصداقيه لعب الكره داخله مشروعه ولكن فشل في لحاقها والحكم يرى ان محاوله لعب الكره قد تكون بطاقه صفراء بدل حمراء. قانون الكوره اهو، ما جبتش حاجه من عندي. الشناوي ما راحش ضرب اللاعب وساب الكوره، لا الشناوي والاثنين التحام فضائي هما الاثنين وصلوا للكوره. كابتن الشناوي وصل للكوره، الكوره لا فيها انذار ولا فيها طرد من رايي. انت الكوره حسبتها طرد ان هي هاند بول، هي مش هاند بول. الحكم حسبها اصفر يا عم جميل، عشان بس ايه الناس اللي بتتكلم كتير الله يخليكوا ايه العمليه مش ناقصه يعني. في الاخر كده الاهلي شكله وحش. لعيبه الاهلي مش كانش المدرب بس، لا لعيبه الاهلي
مش دي لعيبه الاهلي، مش دي اللعيبه اللي عايزه بطولات، مش دي اللعيبه الجعانين اللي عايزين يلعبوا ويكسبوا ونحمل تيشيرت الاهلي. لا احنا جايين نجوم، جايين نلعب لنا كام سيزون اللي بتاع متبقي في عقدنا، ناخد الملايين، نتنجم، نبقى مشهورين، الجماهير مش عارف ايه وكده، وفي الاخر مبروك لبيراميدز كسب اوكلاند 3 دوت. النموذج فعلا بتاع الكوره ان هو راجل كان عنده نجوم كتيره، راح باع من كل النجوم ديت، بقى عنده نجمين 3. الراجل بيلعب يكسب، راح البطوله اللي انت كان ممكن او مش ممكن انت رحت ولعبتها وكسبتها. الراجل اللي كسب اوكلاند سيتي النهارده هيروح الماتش الجاي يلعب الاهلي جده في السعوديه، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك، سبسكرايب. سلام.